بتروح تحطه في البتاعة دي كده اللي هي دي كده، تدخله وهو بقى بيطلع لك. ده الصندوق بيبقى بوكس كده موجود فيه كل الجوابات، عشان لو انت مثلا عايز تروحه تعرف بقى لو في جواب جالك تروح تاخد الجواب بتاعك. صندوق البريد ده بقى اللي بنحط فيه الجوابات اللي عايزينها توصل لحتة تانية. بص ده صندوق انت مثلا كتبت الجواب لحد وعايز تديه لحد، بتروح تحطه في البتاعة دي كده اللي هي دي كده، تدخله وهو بقى بيطلع لك لما بيطلع لحد التاني. حاسه ان انا كنت بشوفه تحت كل عماره، اي حد جاي له حاجه فبيحطوا له في صندوق البريد ده وياخدها. ساعات بيبقى فيه كذا حاجه كده في كل شقه. هو انت بتقولي ده صح بس مش ده. حاجه تانية، انت عايز تبعت لي جواب، انت عارف ان انا بحط في الصندوق ده كملي هتيجي تحط لي في الصندوق ده وانا هروح اخده. انت تروح تاخديه بعدين. طب قولي. لا ما انا مش هنعرف نتقابل ازاي؟ الصندوق ده محدش بيعرف يفتحه غير الموظف بتاع مكتب البريد. طب وانت هتفتحي الصندوق ده ازاي؟ انا حاسس انه مقفول يعني مش عارفه، ممكن يكون مثلا كله بيقع وانت بتقعد تختار. اختار الجواب. حاسه ان في حاجه اذكى من كده، ان احنا بنراسل بعض بالجوابات، جواب يتحط في مكان علشان ساعي البريد يجي ياخد الجوابات دي ويمشي. اوكي يعني ده مش مخصص لعماره ده. ايوه ممكن يكون مثلا مش مسموح ان يفتح البوكس ده غير اللي يجي جواب جوه. حاجه زي مفتاح، ممكن باسورد برضه. هو كده في جواب بيجي لك وانت بتبقى عارف ان هو موجود، بيطلع لك الجواب اوتوماتيك، بيطلع لوحده ما يطلعش لحد غيري. ساعي البريد بيوصل يا اما عن طريق الطيران او عن طريق القطارات او عن طريق العجله يعني. او ممكن يكون حد مثلا واقف جنب البريد ده هو اللي بيطلع لك الجواب. الاحمر ده كان الطيران، الازرق كان القطر، والاخضر كان العجله. هو اعتقد ان ده يكون صندوق موجود في البلد كلها والناس كلها بتروح هنا عشان ده المكان بس يبقى فيه جوابات، بيفضل يتملي بقى ويقعدوا يفضلوه.